قلت الشيعة، علماء الشيعة في الجملة تجدهم متواضعين، ما عندهم هذا القصور ولا ما هذا الفرفشة وهذا المجاملة وهذا الالتصاق الكبير بالمذهب، عندهم التصاق بالعامة بالناس. فلذلك بشكل عام أرى أن علماء الشيعة حتى في التواضع تذهب إليه متواضعون، يسمع، وحتى لو قسوت عليه واسع أفق. التيار السلفي فقط ترى هو الذي فيه نفور، فهمت قصدي؟ فيه نفور، يعني يكاد يضربك إذا سألت 3 أسئلة وراء بعض يعني ينفر منك. هؤلاء لا. أنا جلست مع العلامة الخليلي، سألته في عمق المذهب ونزلنا ورد في غاية الراحة. هذول بيكسبونك طبيعي، هم ما بالنسبة لهم يعني. لا ليس بهذا سوء الظن يعني، لكن هم يدرسون العلوم العقلية والمنطقية والنفس. لا بس انت دائما عندما تتحدث عن الشيعة دائما تتحدث عن صورة وردية وصورة جميلة. حتى مثلا قلت هنيئا للشيعة في مقال لك وقلت حق للشيعة يوم القيامة أن يفخروا ويقول الإمام علي والزهراء لأجل حبكم اضطهدونا وشردونا واتهموا أعراضنا وأذاقونا العلقم. صحيح. يعني وهل الشيعة سلمت أيديهم من الدماء وألسنتهم من الاعتداء؟ بس هم أخف. بس لو تعرف تاريخ الشيعة وما لقوا في سبيل حب محمد وآل محمد لعذرتني في هذا الكلام. يعني جماعتنا هم اللي كانوا يقتلون ويبترون الألسنة، وقصة طويلة. وهم سلمت أيديهم وألسنتهم، هم ما يقتلون ولا يقتلون. بيني وبينك موسوعة العذاب للدكتور عبود الشايجي. انظر هل في شيعة من القتلة ولا كلها من جماعتنا بني أمية بن عباس. ممكن لو شفنا سوريا احنا ممكن نصل هالنتيجة. هذا إذا صنف أنهم شيعة، لأنهم أغلبية سنية، جيش سني والحكومة سنية. بس النقاط اللي نشوفها احنا أنا لا أبرئ شيعة ولا سنة، دائما أقول الشهادة لله، ليس الله هو الشهادة له وليس للسنة ولا الشيعة، ولكن ينبغي أن ننصف. أنا يمكن ربما من يعني الأخوة السلفية لأنهم يظلمون الشيعة كثيرا، فما أدري ما مناسبة يعني أنت متعاطف مع الشيعة لأنهم هم المظلومين والسنة هم الظالمين. هذا قبل الأحداث الأخيرة زمان هذا التغريدات. لكن عندما أنتم أولاد متعة، أنتم أولاد كذا، أنتم أولاد كلب، أنتم أولاد، يعني يا أخي الذم المباشر وعبدة أصنام وتفعلون والافتراءات، والله تتعاطف معهم وماسكين عبرتهم اليوم. زمان كان في سجون الحجاج وخالد القسري وغيره ملوك بني أمية جميعا يبقون رافعين يعني حب آل محمد وسط دول كارهة لآل محمد وتلعنهم على المنابر. هذا والله إعجاز للأمانة، هذا عمل يشكرون عليه.